اهلا بيكم في النسخة الاقوى من شركة بوكو. بوكو رجعت وقالت لكل الفلاج شيب اركنوا في جنب من الاخر، لان الاف 8 الترا داخل ينافس بقوة، ومش مبالغة لو قلت لك ان ده اقوى جهاز بوكو عملته لحد النهارده. اولا من ناحية التصميم، ظهر الموبايل شكله فخم جدا والخامة شبه القماش كده، عاملة زي الجينز، مع فريم معدن في سب ووفر صوت حرفيا جنب الكاميرات بالتعاون مع شركة بوس. صوت الجهاز مختلف خالص عن اي موبايل في الفئة دي. اما عن الاداء، المعالج هنا سناب دراجون 8 اليت جين 5، وده اقوى معالج اندرويد نزل لحد دلوقتي، مع 16 جيجا رام من نوع دي دي ار 5 اكس، وتخزين يو اف اس 4.1 512. يعني في الالعاب تاخد اعلى فريمات، تشغل محاكيات وتلعب العاب بي سي، والموبايل يشتغل معاك من غير سخونيه بسبب التبريد اللي موجود فيه المرعب. اما عن الشاشه فهي جايه بحجم 6.99 بوصه من نوع اميلود وتردد 120 هرتز. السطوع بتاعها بيوصل ل 3500 شمعه، والالوان جباره. الكاميرات عدسه بيريسكوب 50 ميجا بتعمل زوم حقيقي لحد 5 اكس مع او اي اس مثبت بصري، وكمان الزوم بيوصل معاك ل 100 اكس ديجيتال. اما عن الكاميرا الاساسيه فجايه برضه بمثبت بصري 50 ميجا، وفي الترا وايد 50 ميجا كمان، بيدعم فيديو 4K و8K. كمان تقدر تبدل بالعدسات وانت بتصور. السيلفي اتحسن وبقى 4K، والاي اس بي الجديد عامل شغل جامد في الموبايل. اما عن الصوت، كنا قلنا ان هو ساب ووفر في الظهر مع سماعات ستيريو، عامل تجربه صوت 3D جامده جدا، ويمكن احسن صوت موبايل هتقابله في الفئه السعريه دي. طريقه قويه جدا 6210 مع شاحن 100 واط، اشتغل معاك يوم كامل استخدام تقيل بدون ما تقلق. الموبايل مقاوم جدا للمياه IP68، وبصمه التراسونيك لاول مره من بوكو. كمان بيدعم اي سيم. الموبايل ده لو نزل المنطقه بتاعنا العربيه وخاصه مصر هيكسر السوق حرفيا في فئه الفلاج شيب. انا لسه ما خلصتش كل حاجه على الموبايل ده، الموبايل ده اسطوري. لو عايز تكمله او جزء تاني اقول لك كل تفاصيل الموبايل اكتب لي في التعليقات.